السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة الحكاية وما فيها. قضية الطالبة نيرة أشرف قضية أثارت الرأي العام لشهور كتير، وانتهت أخيرا بحكم الإعدام على الطالب محمد عادل اللي قتل نيرة أشرف. لكن يا ترى من فيهم الضحية؟ هل نيرة هي ضحية محمد عادل، ولا محمد عادل هو اللي ضحية نيرة، ولا الاتنين؟ ضحية سوء التربية والأفكار المغلوطة اللي المجتمع للأسف بيعيشها بسبب عدم تصحيح المفاهيم. ايا كان مين غلط ومين صح، فالاتنين دلوقتي عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي هيفصل بالحكم بينهم. لكن تعالوا بينا نعرض لكم ردود افعال اهل نيرة اشرف بعد وفاة محمد عادل، ورد فعل والدة محمد عادل بعد وفاته. بس الاول ياريت تدعمونا وتشتركوا في القناة. اللايف من شويه واتمسح، تمام، عملوا ابلاغات كتير واتمسح، فانا حبيت اعمل فيديو تمام واطلع بيه بقى للناس كلها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حق اختي رجع تمام، واحنا كلنا مبسوطين وفرحانين، والفرحه مش سيعانه. وانا زرغطت 4 مرات في اللايف، دي الخامسه ماشي، عشان اللايف اللي اتمسح وان انتوا عملتوا بلاغات، فانا هزرغط لرجوع حق نيرة. بيمسحوه بقى، بعملوا ابلاغات على الفيديو ده تمام. الف مبروك، حق اختي رجع تمام. وعايزه اشكر كل الناس اللي دفعت عننا ودفعت عن نيرة وجابت حق نيرة. كانت مرافعه تاريخيه، والحمد لله حق نيرة رجع، واحنا مبسوطين وفرحانين وبنزرغط. شكرا لكل الناس اللي دفعت عن نيرة. انا بس مش عايزه انسى حد، بس شكرا لكل الناس، لجميع الناس اللي وقفت جنبنا، سواء بكلمه او بكومنت او بدعم نفسي. فالشكر للجميع، وشكر خاص لقضاء مصر العادل الناجز. اول قضيه يتحكم فيها او يتعدم، القاتل السفاح ابن خديجه يتعدم قبل ثانويه نيرة. الف حمد وشكر ليك يا رب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احنا فرحانين ومبسوطين برجوع حق اختي، الحمد لله. الف حمد وشكر ليك يا رب، حقها رجع وحقنا كمان هيرجع، بس الصبر حلو. حقنا باذن الله كلنا هيرجع، بس الصبر حلو. شكرا للجميع ومبروك لكل شعب مصر. بعد ما حضراتكم شفتوا الفيديو اللي بتتكلم فيه اخت نيرة عن محمد عادل، واللي ناس كتير جدا هاجمتها بسببه، وقالت ان هي ما ينفعش انها تشمت في والدة محمد عادل بالطريقة دي، لان هي مهما كانت ام زيها زيهم. وناس كتير زعلوا من الزغاريط اللي زغرطتها، وناس كتير قدموا بلاغات زي ما هي نفسها قالت على اللايف الاولاني اللي هي عملته، وعشان كده اتلغى. وعشان كده اخت نيرة اتحدتهم وعملت لايف تاني، وقالت ان هي فرحانة جدا ان حق اختها رجع مهما الوقت عدى، لكن الصبر نفعهم وحق اختهم رجع. وشكرت كل الناس اللي وقفت مع اختها ودعمتها وقالت ان هي كان ليها الحق. لكن للأسف ناس كتير يمكن ما تاخدش بالها ان الاتنين ضحية، وان الاتنين ضحية سوء التربية. محمد عادل كان ضحية والدته اللي يمكن دلعته زيادة عن اللزوم، واللي ما قدرتش تفهمه وتوعيه ان الحب ابدا ما ينفعش يتحول لكره، وما ينفعش نتحكم في اللي بنحبهم لدرجة توصلنا للمرض. مش بس محمد عادل ووالدته اللي غلطت، لا كمان نيرة أشرف وأهلها غلطوا ومعلموهاش ازاي تتعامل مع زمايلها وازاي يبقى في حدود. اما بقى عن رد فعل والدة محمد عادل، فهي للأسف ناس كتير أكدت ان هي في حالة صدمة كبيرة، وانها فقدت النطق بعد ما ابنها دخل القبر. وناس كتير جدا زعلانة على محمد عادل وشايفاه ضحية ومظلوم. لكن يا ترى محمد عادل المظلوم ولا نيرة؟ يا ريت نعرف آراء حضراتكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.